بسبب هاد الأحداث الأخيرة اللي وقعت في سبتة، خرجوا أحزاب من البرتغال ومن إسبانيا كيطالبوا فيها بإبعاد المغرب وإخراجه من مونديال 2030. بسبب أن المغرب غير جاهز، بسبب أن المغرب كيعاني من مشاكل اجتماعية، وبالتالي كيبقى حليف يعني غير موثوق فيه في إنجاح هذا المونديال هذا. هذا الشيء اللي ورد في البلاغ ديال هاد الأحزاب هادو، واللي كيطالبوا فيها الحكومات ديالهم بفتح هذا الموضوع مع الفيفا، باش انهم يحيدوا المغرب كحليف معهم. بطبيعه الحال هذه الهضره هذه ما يمكنش انها توقع في الواقع. ما يمكنش ان يتحيد المغرب بهذا الشكل هذا، ولا بالمطالبه ديال هذه الاحزاب. ولكن هما الغرض ديالهم انهم ياخذوا امتيازات في كاس العالم. يعني خصهم يبينوا بان المغرب واحد الدوله اللي هي غير مستعده وباللي فيها المشاكل، باش هكا حتى في العدد المباريات اللي غادي يتفرقوا عدد المباريات على هذه الدول، ياخذوا هما حصه اكبر. وكما كنعرفوا بان المغرب ولا منافس شرس، خاصه لاسبانيا، في تنظيم المباراه الافتتاحيه والنهائيه. هذا الشيء اللي خلى ان الاسبان دائما كيستغلوا اي فرصه باش انهم يستنقصوا من الحجم ديال المغرب، باش هكا انهم ياخذوا امتيازات في كاس العالم.